الاستاذ عبد الكريم محمود عمل لي بلوك. مين بقى الاستاذ عبد الكريم محمود؟ الحقيقه انا بحب اتابع الصفحات اللي فيها الجماعه كده اللي بيحبوا يتاجروا بالدين. فدخلت من كام يوم شفت صفحه الاستاذ عبد الكريم فلقيته كاتب ايه؟ رزق الله من صلى الفجر في جماعه ب4 زوجات صالحات. وعملت فيديو عن الموضوع ده وقلت له يا استاذ عبد الكريم، المفروض ان العباده علاقه روحانيه بين الانسان وبين ربنا عز وجل، فيها سكينه نفس وطمانينه وخشوع وتواصل مع الله. وقلت ان المفروض ما نحولش العباده الروحانيه مع ربنا لغريزه وشهوه. وقلت له عيب قوي يا استاذ عبد الكريم انك توصل العلاقه بين الانسان وربنا كانها علاقه في كارفور واقف تاخد ازازه زيت لو خدت 3 رز. بعدها بيومين لقيته منزل بوست على السوشيال ميديا على الصفحه الشخصيه بتاعته وعامل فيه كورس باشتراك نقدي مقابل فهم تعدد الزوجات والتعامل معاه، وازاي لو انت عاوز تعمل تعدد للزوجات تشترك فيه. وساب لينك للصفحه بتاعته وانك تروح بعد كده على الواتساب تتكلم معاه وتحول قيمه اشتراك الكورس. طبعا كلام كان غريب جدا بالنسبه لي، فدخلت علقت عنده وقلت له يا استاذ عبد الكريم، يعني بدل ما انت تعمل كورس تساعد فيه الشباب اللي مقدم على الجواز ازاي يدبر امكانياته، ازاي ان احنا ندعو الاسر من الطرفين سواء للشاب او الشابه ان يغيروا من مفهوم النفقات الزوجيه وما يتمسكوش بعادات بتأذي وبتزيد التكلفة على الناس وهي داخلة علشان تتجوز. ايش يقول لك نيش وطقم صيني بألافات الجنيهات وتعقيدات بتوقف الشباب المقدم على الجواز بسبب ارتفاع التكاليف. بدل ما تقول للناس يسروا على بعض إجراءات الجواز وتساعد الشباب المقدمين على الجواز بتتكلم عن التعدد. طيب حضرتك ما تعرفش يا أستاذ عبد الكريم ان التعدد ده كان في زمان معين ومكان معين؟ طيب هل الظروف الاقتصادية دلوقتي تستدعي وتتحمل ان حد راجل عنده اسره انه يعمل اسره تانية ويبقى عنده زوجه واثنين وثلاثه غير الزوجه الاولى؟ يا استاذ عبد الكريم دي نفقات صعبه جدا في ظل الظروف المعيشيه. نفس الوقت هتعمل شرخ في العلاقات الاسريه القائمه. يعني لو في اسره دلوقتي قائمه وفي اولاد وفي زوجه وراح انت بكلامك ده بتدعو الرجاله ان يتجوزوا 2 و3 و4، طب ده مش هيكون على حساب التكلفه الاقتصاديه بتاعت الاسره وحساب المعيشه بتاعتها والجرح النفسي اللي ممكن يسببه ده للزوجه وللاولاد؟ حضرتك ما كملتش بقيه الايه بتاعت الزواج اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. صدق الله العظيم. ما كملتش بقيت سورة النساء الآية اللي بتقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. صدق الله العظيم. يا أستاذ عبد الكريم في بوستات وبرامج تقدر تعملها لتوعية الشباب بأهمية العلم والتعلم، بأهمية اللغة، بأهمية البرمجة. ممكن حضرتك تعمل كورس تعرف فيه الشباب أهمية بناء الإنسان على أسس وأخلاق وضمير. ممكن تفكر إنك تقول للشباب يبروا بأهلهم، تفكر إن الشباب لما يكونوا أسرة يحافظوا عليها. حضرتك مفيش في دماغك حاجة خالص غير الغريزة والشهوة تجاه النساء. يعني هل البني آدم ربنا خلقه في الدنيا علشان بس يقعد يفكر في النساء والتعدد؟ مش ممكن. يعني ربنا عز وجل خلق الناس عشان تعمر في الأرض، عشان تحمل الأمانة، علشان يقولوا قول الخير وقول الصدق، يبقى في رحمة بينهم، يبقى في إنسانية بينهم. حضرتك سبت كل ده وركزت بس في التعدد فتقوم تعمل مشكلة للبيوت القائمة وتعمل مشكلة مادية للناس. أنهي منطق وأنهي عقل يقول اللي انت بتعمله ده؟ يا جماعة حاولوا تتقوا الله في الناس شوية. شجعوا الناس انها تروح للبحث العلمي والعلوم واللغة والتكنولوجيا والبرمجة. شجعوا الناس انها تعمل مستقبل. شجعوا الناس تلاقي وظائف. شجعوا الناس تغير مفاهيم الجواز ويبسطوها على بعض. كفاية تجارة بالدين بقى ومسح للعقول. الكلام اللي انا قلته في الفيديو بقى ده كتبته في تعليق على البوست بتاع الاستاذ عبد الكريم محمود، فكانت النتيجة ايه؟ عمل لي بلوك. وربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان نعمر في الارض، مش علشان نعيش نمشي ورا الشهوة بس. العقل نعمة. أشوفكم على خير.